الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان في قناة تفانين منوعة. أحب أرحب بكم في جروب صفحة تفانين منوعة على الفيسبوك. النهاردة إن شاء الله هنعمل شنطة الأطفال دي، موديل جديد، شكل جديد، سهلة جدا في شغلها. وزنها 160 جرام، يعني برضو وزنها بسيط. يعني برضو لو عندك أي بواقي تستخدميها. أنا مستخدمة فيها لولي مقاس 10 وخرز مقاس 10. برضو حابة تستخدمي شفاف، مط، لولي، خرز، المتاح عندك. الخيط سيد مقاس 60، وزي ما قلنا الوزن بتاعها 160 جرام. ان شاء الله نعملها مع بعض، تطلع ورشة سهلة وتعجبكم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الورشة بتاعتنا. هناخد 6 خرزات، 1 2 3 4 5 6، وهشتغل بالطرفين وعقدة، طرف حوالين طرف، والطرف التاني بتمرريه تاني في قلب الخرزة اللي طالع منها كده. انت كده عملتي كده انت عملتي حلقة على الطرف ده، هي دي كده العقدة بالشكل ده كده. طبعا بتوسطني ايه الخيط في النص. هنشتغل 6 على 1، يعني على كل خرزة هنشتغل عليها حلقة مكونة من 6 خرزات. انا معايا خرزة هحط عليهم 5، وهعمل العقدة. باخد الطرف اللي في ايدي الشمال بلف عليه الطرف اللي في الايد اليمين وامرره تاني في قلب الخرز كده. يبقى كده الحلقة بتاعتي 6 خرزات. الطرف اللي تحت بنمرره في الخرز، هنشتغل على خرزة واحدة بس، 6 على 1. وكده بتشوفي طرفين الخيط طالع لك من كام خرزة، من خرزتين اهو. يبقى انت كده عايزة 4 خرزات، ادي 4 اهم. وهنعمل برضو العقد، وبتكملي السطر بالشكل ده كده، غرزة سداسية على 1 كده. فاضل اخر خرزة اهي هنشتغل عليها، بتمرري فيها الخيط برضو، وبعدين بتمرري في الخرزة اللي جنبيها الرئيسية دي عشان نطلع للسطر اللي بعده بالشكل ده كده. تمام. في اي بقى طرف من الطرفين مفيش مشكلة. بتشوفي طرفين الخيط طالع من كام خرزة، 1 2 3، فانت كده محتاجة 3 خرزات عشان يبقوا 6. 3 كده. السطر الاول خلص وطلعنا بالخيط، نطلع بيه عشان نعمل السطر التاني. احنا السطر التاني هنشتغل على الخرزتين دول، الخرزتين دول اللي تحتيهم خرزة 6 على 2، والخرزة اللي لوحديها دي هنشتغل 5 على 1. يعني بالتبادل 6 على 2 5 على 1، 6 على 2 5 على 1 كده. يبقى هتشتغلي 6 على 2 الخرزتين اللي عاملين حرف واي اللي تحتيهم خرزة بالشكل ده كده. تمام كده. معايا خرزتين فحط عليهم 4، ادي 4 خرزات كده. عملنا الغرزة اللي هي 6 على 2. بعد كده السطر الطرف اللي تحت هنمرره في خرزة واحدة عشان هنشتغل عليها 5 على 1. وتشوفي طرفين الخيط طالعلك من كام خرزة، من خرزتين، وانت عايزاهم 5 فهتحطي 3 خرز. ادي 3. يبقى قلنا السطر ده بالتبادل 6 على 2 و5 على 1. هنمرر الطرف اللي تحت في خرزتين كده.
كده طرفين الخيط طلعلك من 1 2 3 وانت عايزاهم 6، يبقى هتحطي 3 خرزات. ادي 3 وبعدين هنمرر الطرف اللي تحت في خرزة واحدة بس عشان نشتغل 5 على 1. كده طرفين الخيط طلعلك من خرزتين، فهتحطي 3 خرزات. بالشكل ده هتكملي السطر كله. كده فاضل لنا اخر خرزة في السطر اللي هي ديت اللي هنشتغل عليها 5. ادي دي هنا 6 وهنا 6 وهنا هتبقى 5. هتمرري فيها الخيط وكمان في الخرزة الرئيسية اللي جنبيها دي عشان نطلع للسطر اللي بعده. كده 3 خرزات وانت عايزاهم 5، فهتحطي خرزتين بس. هنحط الخرزتين بس، كل خرزة في طرف، عشان انا عايزة اشتغل على خرزة معينة. بالشكل ده كده. وهبدأ اشتغل سطر رباعي. يعني ايه رباعي؟ يعني الحلقة مكونة من 4 خرزات، فانا هشتغل على 1 فهحط 3 خرزات. الطرف اللي تحت هنمرره في الخرز واحط خرزتين بالشكل ده كده. انا كده عملت الشكل ده كده. هسيب يعني من هنا كده دي خرزة سداسية، ادي 1 2 3 4 5، يبقى سداسي خماسي سداسي خماسي سداسي. دول هسيبهم مش هعمل عليهم سطر رباعي. هنا انا بادئه هنا بالغرزة الخماسية اشتغلت عليها رباعي، هنا برضو هنهي بالغرزة الخماسية واشتغل عليها رباعي. فعشان كده دي الخرزة دي هشتغل بيها بالطرف ده عشان اطلع للسطر اللي بعده. كده احط خرزتين بالشكل ده كده. تمام، بقى عندي الشكل بالشكل ده كده اهو. بعد كده بقى هشتغل سطر رباعي واقف. هناخد 3 خرزات زي ما انت حابه، عايزه تعمليها لون واحد شكليها بالوان، تشتغلي بمط، تشتغلي بشفاف، الموجود عندك والمتاح عندك واللي تحبيه طبعا. هنشتغل سطر رباعي واقف على كل خرزة كده. حطينا في الاول 3 خرزات وبعدين هنحط 2. والسطر الرباعي الواقف ده هنشتغله على السطر الرباعي بس، يعني الجزء ده مش هنشتغل عليه سطر واقف، لا انا هشتغل كده داير ما يدور كده لغاية الخرزة ديت اللي هي السطر الرباعي ده بس هنشتغل عليه سطر رباعي واقف. كده خلصنا السطر زي ما انتم شايفين، فاضل بس اخر خرزة هنشتغلها بالطرف، يعني احنا شغالين كده، لا هنشتغل بالطرف الشمال ده عشان نطلع السطر اللي بعده. هنحط برضو خرزتين كده، وبعدين هنعمل برضو وجه تاني بس مش هشتغل فيه سطر رباعي لان دي شنطة اطفال، مش محتاجة انك تبقي القاعدة عريضة قوي او الجزء ده عريض قوي، فهنقفل كده. هنعمل جزء تاني برضو هنشتغل الرباعي لغاية هنسيب ال5 خرزات 1 2 3 4 5 ونشتغل الرباعي. هنقفل بخرزة بغرزة رباعية، هتاخدي خرزة وهنا الغرزة الرباعية دي
بدايتها كده هنحط فيها الخيط بالشكل ده، وارجع احط خرزة تانية واقفل بغرزة رباعية كده. بعدين كل طرف هتمرريه في خرزة كده، الطرف التاني الخرزة التانية اللي قصادها، وبأي من الطرفين بتحطي خرزة مفيش مشكلة. طبعا بتستحب تحطي في الطرف اللي هو أطول شوية الخرزة تشتغلي بيها تقفلي بيها بالشكل كده. هنقفل الشنطة كده. شكل الشنطة بعد ما قفلناها من الجنب بقى شكلها بالشكل ده كده. بعد كده هنعمل الايد بتاعتها. انا هنا ربطت خيط بحيث ان هو يطلع لي من الخرزة دي كده من النص كده، وهلضم في الخيط ده الخرز بالطول اللي انا عاوزاه. انا كده لضمت الخرز زي ما انت حابه بقى، لون واحد تشكلي فيه زي ما انت حابه. بعد كده هثبته برضو، همررها هنا في نص الخرزية دي كده تمام. وبعدين هتبدأي تربطي، وبرضو ما تيجي توصلي الخيط بتربطي جامد عشان طبعا الايد ما تتقطعش. وهنا نفس الحكاية برضو هتربطي كذا ربطة بالشكل ده كده. خلاص بقى، المهم ان انت تربطي كويس عشان الايد بتاعت الشنطة ما تتقطعش. وبقت الشنطة بالشكل ده كده، شنطة للأطفال. يا رب تعجبكم وتكون ورشتها سهلة. ما تنسوش اللي مشتركش معايا في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان إن شاء الله يوصل له كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.